السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف صحة وألف خير. الناس بقى اللي محجزتش لدخول الروضة الشريفة، واللي الحجز بتاعها متأخر، واللي جت تحجز لقت مفيش مواعيد ليها، كل الناس اللي زعلانة انها مش هتدخل الروضة الشريفة، ان شاء الله بإذن الله جاية كده جايبالك بشرة وبشرة خير بإذن الله رب العالمين. هتدخلي الروضة الشريفة وهتصلي فيها وهقولك على المواعيد، وما تشيليش هم حاجة خالص وسيبيها لله. وان شاء الله باذن الله هتستفادي معايا في الفيديو. بس قبل ما نكمل الفيديو بالله عليكي ما تنسي اللايك والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش، ويلا بينا نصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. دلوقتي انتوا عارفين طبعا، عملت فيديوهات قبل كده وقلت لكم على النظام الجديد، ان انت لو عامله عمره في السنه مرتين مش هينفع تدخلي الروضه الشريفه. انما عشان انت سجلتي على برنامج نسك، سجلتي دخولك للروضة الشريفة على برنامج نسك. طب انت زي حالاتي وما سجلتيش وما دخلتيش الروضة الشريفة من الباب بتاعها الاساسي اللي هو رقم 37، طيب هتعملي ايه؟ المكان اللي انت شايفاه قدامك ده باب 32. انا كنت داخلة من باب 32، بس نصيحة مني ليكي ما تدخليش يعني. طب مواعيده بعد صلاة العشاء ومن بعد صلاة الفجر، بس نصيحة مني ليكي ما تدخليش على طول في الجماعة اللي هم الأولانيين دولت، علشان المنظر اللي انت شايفاه قدامك ده والزحام والناس بيقع ومش عارف ايه، منظر لا يليق يعني خالص 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 لا يليق بالمسلمين خالص. ان انت كده تتزقي وتقعي وتقومي لا، ما ينفعش ما ينفعش. وزغاريط وتهليل وتكبير، افرحي افرحي كده في نفسك، يعني خلي كده ايه فرحتك في قلبك زي ما بيقولوا. طيب دلوقتي يا مراوده، طب احنا هندخل، طب عايزين ندخل والباب 7 وباب 32 رحنا وما لقيناهوش فاتح. معاكي باب 22 وباب 21 وباب 25، جميع البيبان اللي هقولك عليها دي ان شاء الله. لسه الاخوات راجعه من هناك وبعتولي وقالوا لي فرحي الاخوات اللي ما لحقوش يحجزوا على تطبيق نسك. وهناك كمان الاخوات اللي هم الامن والناس اللي شغاله هناك بيوجهوا النساء يصلوا اتجاه الروضه الشريفه منين. يعني مش مجرد ان انت هتدخلي كده وخلاص وهتبقي تايهه وما انتش عارفه هتروحي فين وتيجي منين. ما تقلقيش خالص، الاخوات هناك هيوجهوكي اتجاه الروضه الشريفه، فخلي بالك. طبعا دلوقتي الحجز على تطبيق نسك بقى صعب جدا لان الدنيا زحمه والعدد ما شاء الله لا قوه الا بالله كتير كتير كتير. فاللهم بارك، دلوقتي خلاص الدنيا قفلت، وبتبعت لي اخواتي في الله بيقولوا لي بيبكوا، اقسم بالله بيبكوا. يا ام روضه احنا مش عارفين نحجز، للاسف الشديد معرفتش احجز لان ادوني ميعادي كنت خلاص همشي فيه من المدينه المنوره. فاعمل ايه؟ يعني عايزه اقولك ما تزعليش وما تبكيش، ربنا ان شاء الله يكبر بخاطرك جبرا نتعجب له اهل السماء واهل الارض. ربنا حنين وكريم، ولما بتدعيه كده بتبص تلاقي سبحان الله. على فكره مش كل الناس هتقولك على الباب ده، انا الباب ده عرفته اخر يومين وانا كنت خلاص هسيب المدينه. لما بتكلم كده مع حد مش حد من هناك يعني شغال، وكان نفسي ان انا ادخل وعشان ما لحقتش احجز او مش ما لحقتش، انا بصراحه ما اعرفش ان كان في حجز على تطبيق نسك، ما اعرفش يعني ايه تطبيق نسك، ما حدش قال لي ما حدش نصحني. ف بسأل هناك طب انا عايزه ادخل الروضه الشريفه، قالوا دلوقتي بقى بالحجز ولازم تكوني حاجزه. فحبيت ان انا اسأل هناك واحجز، قالوا هيدوكي ميعاد، وفعلا وده اللي حصل. ميعاد كنت انا خلاص مشيت من المدينه. وانت عارفه الحاجات دي احنا تبع شركه، مش رايحه يعني مش رايحه مش قاعده براحتي، انا مش من اهل المدينه علشان هقعد فيها وادخل وقت الميعاد اللي هيناسبني يعني او هيناسب ظروفي. فاللهم لك الف حمد وشكر، اللهم لك الف حمد وشكر. قدرت ان انا ادخل الروضه الشريفه واصلي فيها ركعتين بس من الخلف، عشان الاخوات اللي بيشككوا وبيقولوا لا دي مش الروضه الشريفه، لا يا حبيبتي دي الروضه الشريفه. ما كانوش العمال اللي بره او افراد الامن اللي بره واللي انت شايفاهم قدامك باينين في الفيديو دولت هم اللي كانوا بيوجهونا نصلي فين، او نصلي في الروضه الشريفه الاتجاه نهون عشان تصلي صح. بس يا ريت يعني يا ريت اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الدنيا تكون منظمه عن كده. والله انا شايفه التقصير مننا احنا، لان هناك ما شاء الله عليهم منظمين الدنيا وبيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم بيرتبوا الناس وبيدخلوا كده بنظام. بس الهمجيه ربنا يهدينا ويهدي انفسنا دي بتبقى مننا احنا، المفروض السلوك بتاعنا ده يتغير. احنا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصوت يوطى، يعني عايزة تدعي عايزة تقولي اي حاجة ممنوع الزغاريت، ممنوع التهليل بصوت عالي، ممنوع التكبير. انت في حضرة النبي صوتك ما يعلاش ابدا وانت في حضرة النبي.
يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صلي على النبي كتير. والله أنا هقولك، أنا ما عبرتش عن فرحتي، أنا بقيت مش عارفة أحوش نفسي من العياط. ما كانش فيه حلو ولا يعني أعمل أي حاجة غير إن أنا بعيط. المنظر ما شاء الله، ربنا يكتبه لكم يا رب. ربنا يرزقنا زيارة بيت الله الحرام عاجلا غير آجلا يا رب. فمن حقكم الناس اللي هي يعني انا ما بقدرش اشوف في مواقف زي كده او مناظر زي كده، وان انا يعني ده حلم حياتي. يا رب اكتبه لنا تاني يا رب. حلم حياتي وما صدقت ان انا رحت، فبقيت يعني ببكي. ما اكدبش عليكم ان انا ما عبرتش عن فرحتي، بس كان كله بالبكاء. اللهم لك الف حمد وشكر. بس بصراحه الزحام ضيع عليا فرحتي ان انا في الروضه الشريفه، لان انا تاني يوم بقيت ابكي جامد، ولما روحت من هنا بقيت ابكي. ليه بقى؟ هقولك. لان انا رحت يعني قبل صلاة العشاء. أنا كنت هناك في صلاة المغرب. صليت المغرب وتنتني قاعدة، أو متهيألي كمان من بعد صلاة العصر ما روحتش الفندق وتنتني قاعدة. صليت العصر وصليت المغرب وجات العشاء، فأنا كنت من الأوائل الناس اللي داخلة. فنصيحة مني ليكي، بعد العشاء بشوية اقعدي كده شوية لحد لما الزحمة الأولانية دي تدخل، علشان حتى انت ما تشاركيش في أي ذنب. أي حد فينا هياخد ذنب ما تشاركيش فيه، عشان لو واحدة مثلا اتأذت منك او من كتر الزحام ولا حاجة، ما تبقيش انت ليكي ذنب فيها او ليكي يد في الموضوع. فنصيحة مني ليكي، انا ما كنتش اعرف. اللي بيبقى طالع اول مرة ده بيبقى طالع اعمى. اقسم بالله انا كنت طالعة عميانة، ما اناش عارفة انا رايحة فين ولا جاية منين. انا ماشية كده، قوة الدفع هي اللي كانت بتمشيني. عايزة اخرج مش عارفة اخرج، معايا اختي معاقة وماسكاها في ايديا، خايفة تقع مني والناس هيدوسوا عليها. نصيحة يعني دي، ما تغلطيش غلطتي فعلا وتدخلي في اوائل الناس اللي دخلت، او ما تشاركيش في الزحام. استني لما الناس كلها تدخل وهيخرجوا، ما يعني ما بيغيبوش جوه، بيدخلوا وبيخرجوا. ادخلي في الرايق شويه، الدنيا تكون الباب فتح والدنيا راقت. باب رقم كام؟ للي مكمل معايا الفيديو لحد هنا، حابه بس افكرك باللايك والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش. الباب رقم 32 و22 و7، وده البيبان دي الارقام دي الاخوات راحوا، انا دخلت منهم من باب 32. ناس دخلت من باب 22، وناس صلت داخل الروضة الشريفة من باب 25، بس من الخلف. خدي بالك من النقطة دي، وخدي بالك كويس، وخليك كده عندك يقين بالله ان ربنا حتى لو ما كتبلكيش ان انت تدخلي، ما هو حاسس بيكي وعالم بيكي. ما هو احنا ما فيش حاجة تغفل على ربنا. هو انت اصلا طلوعك للعمرة كان ازاي؟ يعني انت دوري كده في حياتك هتبص تلاقي ممكن تكون في ناس مننا قدمت مرة وقدمت التانية وقدمت التالتة، وربنا كان لسه ما كتبها لهاش. فهي كل طلوعنا بمعجزة، وكل حياتنا العمر دي مش اختياراتك، ولا شطارة منك، ولا نصيحة منك، ولا تدبير فلوس منك ولا مني، ولا تدبير وقت ان انت فاضية في الوقت ده فانا هطلع فيه. ابدا ابدا، ما بتتحسبش كده. ده ربنا اللي اصطفاكي واختارك من بين ملايين الناس وقالك تعالي انت هنا. يعني شوف العالم كله كام يعني كام فرد، ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا يزيد ويبارك. فتخيلي انت اختارك كده ربنا من وسط الناس دي كلها وفضلك وقالك تعالي هنا. ليه؟ عشان انت دعيتيه كتير، علشان انت يعني عشان هو حاسس بيكي. نمتي في يوم معيطه يعني حس بيكي، عشان انت دعيتيه وانت كنت موجوعه ومتألمه فاستجاب لدعائك. فخلي عندك يقين بالله وندعي كتير. اوصيكم يا اخواتي بالدعاء، يعني معجزات في الدعاء فعلا. الدعاء بيغير القدر. فما تستهونوش بالدعاء، ندعي كتير ربنا يكتبها لنا. وما تيأسيش، ما تقوليش انا بقالي كام سنه بدعي وربنا لسه ما استجابش. لسه اوانك ما جاش ولسه دورك ما جاش. كل شيء بمقدار عند ربنا سبحانه وتعالى، كل شيء ليه ميعاد عند ربنا سبحانه وتعالى. ناس بتدعي بالسنين وناس بس تتمناها فربنا يحققها لها. فانت ما تيأسيش، خلي عندك كده سعة صدر كده، وادعي من قلبك. خلوا صوت قلبك هو اللي يوصل لربنا، مش كمان صوت بقك او لسانك، لا ده قلبك. يبقى قلبك كده ما بينك وما بين ربنا صلة سبحانه وتعالى، وانتي بتدعي. وخلي عندك يقين بالإجابة ان ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب ليكي. اللهم اكتبها لنا يا رب. اللهم اكبر بخاطرنا جبرا يتعجب له أهل السماء وأهل الأرض. اللهم ارزقنا حج بيت الله الحرام عاجلا غير آجلا يا رب. اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فخدي بالك من الزحام،
في آداب لازم نتعلمها ولازم نعملها واحنا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كنا في المسجد النبوي أو كنا في المسجد الحرام. الزحام الأيام دي الوضع صعب جدا جدا جدا، الزحام شديد شديد شديد. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا، وزد من زاره تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا. اللهم امين يا رب. فكل واحد يبقى ده سلوك، انت واجهه لبلدك، انت سمعه لبلدك بالبلدي. انت لما تروحي كده وتزقي حد ويكوعي حد، دي من مش عارفه من البلد الفلانيه، خلي بالكم البلد الفلانيه ديت مش كويسه. انت سمعه لبلدك. انا بيبعت لي رسائل كتير على اسامي بلاد معينه، ما تكونيش انت منهم، خليكي قدوه حسنه لغيرك. ما تشوفيش مثلا ناس معينه بتعمل كذا بتزق بايديها وبصي هتدخل يعني هتلمس الكعبه هتلمس الكعبه، اوعي تكوني منهم. انت رايحه عشان ربنا يغفر لك ذنب فات، مش ترجعي من هناك من اطهر مكان في الارض بذنب جديد. احنا بنقول يا رب، خليكي كده ادعي وقولي يا رب اغسل ذنوبي، اغسل ذنوبي، رجعني كيوم ولدتني امي. مش رايحه تعملي ذنب جديد. خلي بالك خلي بالك بالله عليكي من الحاجات الصغيره دي. الزحام ثم الزحام ثم الزحام، عشان حتى ربنا يقبل منك العمره. توصلي يعني هتوصلي، لان انت ما انتش مش رايحه كده بدراعك. ما انا لسه قايله لك ان انت رايحه بكرم من عند ربنا سبحانه وتعالى. فخليكي مسالمه، ارجعي من هناك كده بطبع جديد، بسلوك جديد وحلو. خليكي زاهده كده في الدنيا. مش بقولك ان انت مثلا يعني خلاص اللي يروح يروح واللي يجي يجي، لا، اتعلمي كده، ارجعي من العمره ليكي سلوك كده معين حلو اكتسبتيه من هناك، وصفه حلوه اكتسبتيها من